لو احنا هنيجي نشرح بقى ايه هي تقنية الدبل رو او ايه فكرتها. لو احنا قلنا ان التقنية التقليدية بتعتمد على نقطة واحدة بس، ان احنا نحط الخطاف اللي احنا بنستخدمه على النقطة دي فنصلح الاوتار كلها على نقطة واحدة، وبالتالي بتكون النقطة دي ضعيفة نسبيا على ان هي يحصل عليها تحميل مباشر بعد العملية، بتكون نسبة حدوث القطع اعلى بكتير لو احنا ما اخرناش حركة المريض بصورة كافية. تقنية الدبل رو بقى بتسمح للمريض ان هو يحرك بصورة مباشرة بعد العملية، علشان احنا بنثبت على المساحة كلها بتاعة منشأ الاوتار الدوارة من اولها لاخرها، من الناحية دي يعني من قدام ومن ورا ومن ناحية هنا لحد هنا، فيبقى ثبتنا على المساحة كلها. وبنستخدم في التثبيت كمان كذا نقطة مش نقطة واحدة، بنحط نقطة هنا ونقطة هنا وده بنسميه الفيرست رو. اما السكند رو فبنحط نقطة هنا ونقطة هنا وبنسميها اللاترال رو او الخط الثاني للتثبيت، وبعد كده نربط ما بينهم، فبالتالي بتكون مساحة التثبيت كلها متثبت فيها الوتر بصورة مساحية مش بصورة نقطة واحدة، ودي بتكون قوية جدا وبيكون الالتئام اعلى بكتير، لان بيكون المساحة اللي الوتر لامس فيها المنشأ بتاعه فيه العظم هي المساحة الكاملة اللي كان ماسك فيها الوتر قبل ما يتقطع، وبالتالي بيكون الهيلينج سريع جدا لان المساحه بتكون كامله مش نقطه واحده زي ما احنا ذكرنا هنا، وبالتالي المريض يقدر يحرك بعد العمليه، وفي نفس الوقت الريهاب بيكون سريع جدا. وعاده المرضى بتوعنا بيرجعوا للحياه الطبيعيه بعد شهر لشهرين من العمليه، على حسب طبعا العمر والسن والدرجه بتاعه التاكل اللي حاصله فيه الوتر، واللي بتبان قبل العمليه اصلا وبنشرحها للمريض لما بنشوف الرنين المغناطيسي.